تصريح خطير من مدرب منتخب ليبيريا يفاجئ به المنتخب الجزائري بعد فوزه على منتخب ليبيريا، ويفجر مفاجأة كبرى بشأن المنتخب الجزائري. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وسعيد بفوز المنتخب الجزائري فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطي رقمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد فوز المنتخب الجزائري على منتخب ليبيريا في ثاني مباريات المنتخب الجزائري في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا بالمغرب، ليتصدر المنتخب الجزائري مجموعته ب6 نقاط. فقد صرح مدرب منتخب ليبيريا وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة الليبيرية منذ قليل، وقال: نحن كنا نعلم جيدا أن هذه المباراة ستكون صعبة للغاية علينا، رغم أن هذه المباراة تقام على أرضنا. فالمنتخب الجزائري لعب مباراة قوية أمامنا واستحق بالفعل الفوز، فنحن كنا نود تحقيق نتيجة إيجابية، ولكن بفعل خبرة لاعبي المنتخب الجزائري بعودة القائد رياض محرز تغلبوا علينا في النهاية. فالمنتخب الجزائري أعتقد مع هذا الإحلال والتجديد سيكون منافسا قويا على كأس إفريقيا القادمة بالمغرب، ولن تكون مهمة المنتخب المغربي سهلة بالتتويج على أرضه بكأس الإفريقية في ظل وجود المنتخب الجزائري الذي أعتبره المرشح الأول للتتويج بهذا اللقب. وفي النهاية شاركونا بآرائكم في التعليقات.